واحدة من أشهر ممثلات الأربعينات والخمسينات، وهي أيضا واحدة من أقذر الممثلات على مر الزمن. وعشان نعرف قصتها ونعرف إيه حكايتها تعالوا معنا. بس قبل ما نحكي الحكاية، رجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. في 22 يونيو سنة 1919 اتولدت راشيل إبراهام ليفي في حارة اليهود في القاهرة. اتولدت في أسرة بسيطة وتعلمت في الليسيه فرنسي واشتغلت بياعة في محل ملابس، وكمان اتعلمت الخياطة وبدأت تشتغل خياطة. لكن ما اشتغلتش مع أي حد، اشتغلت خياطة للأمراء والملوك وكبار العائلات في المملكة المصرية، وده خلاها تطلع على نمط الحياة اللي عايشينها. وولد عندها حاجتين: أولا ولد عندها طموح كبير إنها تعيش في حياة راقية وفي مستوى معيشي مرتفع زي الناس دول، وساعدها على كده طبعا اللغة الفرنسية بتاعتها. وولد عندها كمان حقد دفين على مصر والمصريين، وكمان ده خلاها على دراية واطلاع بأسرار العائلات والبيوت اللي بتدخلها، واتعرفت على حاجات كتير قوي في المجتمع من خلال ترددها على البيوت دي. كان ليها ميول فنية، فاشتركت في برنامج غنائي في محطة إذاعة كان بيملكها واحد اسمه فريد الرفاعي، وبعدين اتجهت للتمثيل في بعض الفرق المسرحية ككومبارس. سنة 1933 كان في عز الأزمة الاقتصادية والكساد العالمي، قعد عدد كبير من الفنانين في بيوتهم، ما كانش فيه شغل، فالدولة عشان تساعد الفنانين دول في الخروج من الأزمة الاقتصادية دي أسست الفرقة القومية وانضم لها عدد كبير من الفنانين. وكان الفنان الكبير زكي طليمات المدير الفني للفرقة، واكتشف رشيل ديت وضمها للفرقة وبدأ يؤدي لها بعض الأدوار، وعينها في الفرقة بمرتب ثابت 3 جنيه شهريا. المبلغ ده كان يقدر يعيشها بمستوى كويس، يعني مستوى مستقر، وبالتالي سابت شغلها في الخياطة وفي المحلات، اشتركت في عدد من الأفلام. جت فرصة عمرها لما أسندت الفنانة بهيجة حافظ للفنانة ليلى مراد دور تاني في فيلم ليلى بنت الصحراء، لكن الاتنين اختلفوا، فدورت بهيجة حافظ على واحدة تقوم بالدور، وقع اختيارها على رشيل ديت، وغيرت اسمها من رشيل إبراهام ليفي إلى رأي إبراهيم. في الفترة دي كان في ممثلات كتير موهوبين، لكن رأي إبراهيم اتميزت بجمالها وبقوامها الفارع وثقافتها العالية. احنا قلنا إنها خريجة المدارس الفرنسية والتحقت بعد كده بكلية الآداب، فكانت تجمع ما بين الثقافة والفن وما بين القوام الممشوق، وده أهلها لتكون مطلوبة في عدد كبير من الأفلام. مثلت مع عدد كبير من فطاحل السينما المصرية: زكي رستم، محمد عبد الوهاب، ونجيب الريحاني. وطبعا ما ننساش الدويتو الشهير حكيم روحاني حضرتك في فيلم رصاصة في القلب. أصبحت واحدة من أشهر الممثلات في فترة الأربعينات وأوائل الخمسينات، ومصر اديتها حاجات كتير قوي، اديتها الشهرة والمال والمجد، لكن ده ما منعهاش إن هي تعض الإيد اللي اتمدت لها. أظهرت حقد دفين على مصر والمصريين والإسلام والمسلمين وكل ما هو عربي. أظهرت تعاطف شديد جدا مع الكيان الصهيوني ومع اليهود حتى قبل قيام دولة إسرائيل. استغلت وضعها كفنانة وعلاقتها بعدد كبير من البشوات والوزراء والأمراء على مستوى العالم العربي كله مش بس مصر، وفتحت أوضة نومها لعدد كبير منهم، وعن طريقهم قدرت تحصل على المعلومات اللي كانت بتتنقل أول بأول لإسرائيل. ساعدت اليهود في تهريب فلوسهم وإخراجها من مصر مقابل نسبة تحصل عليها هي كيهودية مقتنعة بفكرة إسرائيل وقيمها وبتشجع الكيان الصهيوني، لكن برضه ما يمنعش إن هي تستفيد برضه حبة حبة، يعني ده اليهود ما ينفعش، يعني ما فيش حاجة بيعملوها لله كده أو بدون مقابل، فكانت بتحصل على نسبة من الفلوس اللي بتخرجها لليهود دول بره، وعن طريق النسبة دي كونت ثروة كبيرة جدا. ظهر كمان كراهيتها وحقدها على مصر والمصريين في موقفين مشهورين جدا. الموقف الأولاني: رفضت الاشتراك في فيلم بتؤدي فيه دور بدوية بتساعد الجيش المصري أثناء استعداداته لحرب 48. الموقف الثاني لما رفضت رئاسة الوفد المصري اللي بيمثل مصر في مهرجان كان، وقالت أنا يهودي. بعد تصريحها دوت ابتعد عنها المنتجين والمخرجين، والجمهور نفسه خد موقف، لأن في البداية الجمهور تقبلها كممثلة بغض النظر عن ديانتها، بغض النظر عن عقيدتها. مصر ما بتفرقش بين أبنائها، لكن هي اللي فرقت، هي اللي خانت، هي اللي عضت الإيد اللي اتمدت لها. التصرفات دي وغيرها كتير من المواقف وتصريحاتها كشفت حقيقتها وانتمائها، وعمل فجوة بينها وبين الجمهور، وبدأ المنتجين يهملوها، فقلت أعمالها السينمائية بشكل واضح. وسنة 1954 سابت مصر نهائيا
وهاجرت للولايات المتحدة الأمريكية. بعد قيام دولة إسرائيل استغلت شهرتها وعلاقتها بكبار رجال الدولة في تهريب أموال اليهود وإخراجها من مصر. مش بس كده، دي كمان ساعدت وشجعت اليهود المصريين على الهجرة لإسرائيل. اتجوزت مهندس الصوت مصطفى والي، لكن اتطلقت منه سنة 1954 قبل ما تهاجر لأمريكا. وفي أمريكا اتجوزت رجل أعمال يهودي أمريكي، وحط فلوسه على فلوسها اللي كونتها من السينما والنسبة اللي حصلت عليها من فلوس اليهود اللي كانت بتهربها خارج مصر، وكونت منها ثروة كبيرة. حطت القرشين دول على القرشين دول وكونوا شركة تجارية سوا مع بعضيهم، وبعدين عملوا شركة للإنتاج السينمائي. احنا طبعا عارفين إن اليهود مسيطرين على السينما الأمريكية سيطرة تامة، وعن طريق السينما دي قدروا إنهم يعملوا عملية غسيل مخ كاملة جماعية للشعب الأمريكي كله. فكانوا بيكسبوا أموال كتيرة جدا من السينما اللي تعتبر الصناعة التانية في أمريكا، وفي نفس الوقت بيوجهوا السياسة الأمريكية والرأي العام الأمريكي عن طريق السينما دي لخدمة القضايا اللي تهم اليهود واللي تهم إسرائيل. الست دي خدمت إسرائيل مش بس بكل كيانها وجوارحها، بل كمان بكل حتة من جسمها. اتقلبت في فراش ملوك وأمراء ووزراء، ونقلت أخبارهم وأسرارهم لإسرائيل أول بأول. وما اكتفتش بكده، بل كمان استطاعت تجند عدد من الشخصيات الكبيرة دي ليصبحوا رغم مراكزهم الحساسة جواسيس اشتغلوا لصالح إسرائيل كمان. وعشان كده كافئتها إسرائيل باختيارها سفيرة للنوايا الحسنة لصالح الكيان الإسرائيلي في العالم كله. توجت خدماتها لإسرائيل باشتراكها في تصفية عالمة الذرة المصرية سميرة موسى. كانت صديقة لسميرة موسى، واستغلت صداقتها دي، كانت بتتردد عليها في شقتها. استطاعت تسرق مفتاح شقة سميرة موسى وطبعت بصمة المفتاح ده على صابونة واديتها لمندوب الموساد، اللي قدروا بعد كده ان هم يعملوا نسخة من المفتاح دوت. وعزمت سميرة موسى على عشوة في الأوبرج، واثناء العشاء دوت قدر الموساد ان هو يدخل شقة سميرة موسى ويصور كل حتة فيها، كمان يصور المعمل الخاص بها والابحاث اللي كانت بتعملها. سر اهتمام إسرائيل بسميرة موسى هو انها كانت بتعمل ابحاث على القنبلة الذرية، وكان هدفها ان مصر تقدر تصنع قنبلة ذرية رخيصة التكاليف. طبعا ده الموضوع ده كان ده بيقلق إسرائيل جدا، وكانت مصرة على منع مصر من الحصول على القنبلة دي بأي طريقة. سميرة موسى كانت بتسافر في بعثات دراسية لأمريكا، وأثناء البعثات دي كانت بتتردد على المعامل الأمريكية. حاولت رائية إبراهيم تقنع سميرة موسى بالحصول على الجنسية الأمريكية وإنها تشتغل في المعامل الأمريكية يعني وبمرتبات خيالية. المهم حاولت تغريها بكل الطرق، لكن سميرة موسى رفضت كل العروض بتاعتها، ولما زودت عليها الضغوط اضطرت سميرة موسى انها تطردها من شقتها وقالت لها ما تجيش عندي هنا تاني. فهددتها بان نتيجه رفضها ده هتكون عواقبه وخيمه جدا. سميرة موسى ما اهتمتش بتهديداتها واستمرت في ابحاثها عادي، لكن كان في صديقه مشتركه بين واطيه ابراهيم رائية ابراهيم وبين سميرة موسى. الصديقه دي دخلت بقى على الخط، طالما رائية ابراهيم ما بقتش صديقه لسميرة موسى فدخلت الصديقه دي وكانت يهوديه برضه، وبقت تنقل اخبار سميرة موسى وتحركاتها اول باول لرائية ابراهيم. واثناء زياره من زيارتها للمعامل الامريكيه سنه 1952 الصديقه دي بلغت رائية ابراهيم بتحركاتها وهي رايحه فين وجايه منين. وفي يوم 15 اغسطس سنه 1952 اتوفت العالمه المصريه الكبيره سميرة موسى. ظل الموضوع ده بيعامل على انه حادثه قضاء وقدر، لكن بعد حوالي 40 سنه من وفاه سميرة موسى نشرت ريتا ديفيد ليفي حفيده رائية ابراهيم في جريده نيويورك تايمز خبر بيقول ان جدتها كانت السبب المباشر في مصرع سميرة موسى. قالت ان هي وجدت مذكرات جدتها رائية ابراهيم بين كتب قديمه كتيره في شقتها في كاليفورنيا، ومن المذكره دي عرفت ان هي كانت بتتتبع اخبارها اول باول، وان هي اللي بلغت الموساد بتحركاتها. ونتيجه رفض سميرة موسى التعاون مع الموساد ونتيجه رفضها الحصول على الجنسيه الامريكيه واصرارها على ان هي تنقل ابحاثها دي لمصر، قرر الموساد تصفيتها وقتلوها فعلا في الحادثة اللي دبرت على انها حادثة عربية. وفي 13 سبتمبر سنة 1977 اتوفت راشيل إبراهام ليفي الشهيرة برائية إبراهيم واللي تستحق لقب واطية إبراهيم. ناس كتير افتكرت ان رائية إبراهيم اخت الفنانة الكبيرة نجمة إبراهيم. الحقيقة الموضوع ده غير صحيح بالمرة. نجمة إبراهيم اسمها الحقيقي بوليني أوديون، اما رائية إبراهيم فاسمها الحقيقي راشيل إبراهام ليفي. ثانيا نجمة إبراهيم اسلمت وادت دور وطني وديني كبير جدا، خدمت بيه بلدها وخدمت بيه دينها. لما اتعرضت لمشكلة في بصرها رفضت عروض إسرائيلية ان هي تسافر تتعالج هناك، وعالجتها الدولة المصرية على نفقتها. اما رائية إبراهيم فعضت الايد اللي متمدت لها بكل خير وكل مجد وكل شهرة، وده طبع والطبع غلاب. دي كانت قصة واطية إبراهيم الشهيرة برائية إبراهيم، والاسم الحقيقي ليها راشيل إبراهام ليفي.
من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.